الجزائر أولاد الأرندل اللي بيهددونا، كان إحنا ما طبعنا مع إسرائيل. شوفوا، هذه لعبة وسخة، إقحام اسم الصحراء وإقحام اسم الجزائر لتبرير التطبيع مع إسرائيل. هذه لعبة إعلامية وسخة لا تنطلي على طفل. وتستخدم الآن هذه الشعارات لابتزاز المواطنين المغاربة الشرفاء، لأنه أي مواطن مغربي الآن عم بقول لك أنا ضد التطبيع، بيقولوا له الخائن الذي لا يريد تحرير الصحراء، الذي يتعامل مع المجرمين الجزائريين اللي بدهم يحتلوا بلدنا. على طول أصبحت قضية ابتزاز. الآن يجري ابتزاز أي مواطن مغربي شريف يرفع شعار مكافحة التطبيع بأنه الصحراء، الجزائر الصحراء. واضحة جدا، لعبة في منتهى الوساخة لابتزاز المواطنين المغاربة الشرفاء الذين يقفون ضد التطبيع. إقحام موضوع الصحراء وإقحام موضوع الجزائر دون سبب على الإطلاق، دون مبرر. احنا اللي بنعرفه انه خصوم المغرب هي اللي محتل اراضي المغرب، اللي هم الاسبان، سبتة ومليلة، مدن مغربية. من هذه المدن المغربية بدأت فتوحات الأندلس. في هناك من يريد تغيير المعادلة ويقولنا انه لا، احنا عدوتنا مش اسبانيا وطز في سبتة ومليلة، احنا عدوتنا الجزائر المجرمين، لا، وهكذا. والصحراء، واحنا لن نتنازل عن الصحراء. طب لا تتنازل عن الصحراء، يبقى ليش انت عارض انك تتقاسمها مع موريتانيا طالما هي ارضك؟ ما انت بتقول هذه ارضي، طب ما انت عارض انك تتقاسمها مع موريتانيا بالمنطق بالعقل. وانا لا اريد ان ادخل بالتفاصيل،